أهلا مشاهدينا الكرام في الاستوديو الأستاذ محمد آدم المقراني المحامي والباحث القانوني. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أسألك أولا على رأيك وتعليقك بشأن هذا الجدل الذي أحدثه إقصاء عشرات المترشحين لهذه الانتخابات التشريعية في الجزائر، استنادا لا سيما إلى هذه المادة 200 من قانون الانتخابات الجديد. شكرا سيدي. إذن بعد التحية، يبدو أن المادة 200 بالفعل يعني من الناحية التقنية القانونية يبدو أنها تسبب بعض المشاكل. حتى نذكر أن النص القانوني ليس معزولا عن سياقه السياسي. يعني القانون العضوي الحالي منظم الانتخابات جاء في سنة 2021 وجاء كردة فعل عن الأحداث السياسية ما سبقت سنة 2020 وأساسا 2019، وبالتالي جاءت في سياق اتسم بعدة اتهامات في علاقة باستعمال المال السياسي الفاسد، وبالتالي جاء التنصيص على هذه المادة 200. لكن هي المادة من الناحية القانونية أعتبر أنها لا توفر الضمانات القانونية الكافية، باعتباري وأننا نعم يعني تندرج في إطار أخلاقة الحياة السياسية ودرء أي شبهات عن استعمال المال الفاسد في علاقة بالحياة السياسية والانتخابات. لكن كان من الأفضل لربما يعني إدماج أكثر ضمانات، لربما يعني عدم منح هذه السلطة التقديرية الموسعة للسلطة المعنية بالانتخابات، لربما الاكتفاء مثلا بقضايا جارية على مستوى المحاكم أو كذلك بملفات إدارية، لكن إسناد كامل الحرية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للتقرير إن كان للشخص مرتبط بجهات بالأموال الفاسدة، إن كان له القدرة على تأثير أو لا الانتخابات. ذلك من الناحية القانونية ليس آمنا بالشكل الكافي، خاصة وأننا في الجزائر اليوم لا نتوفر على فقه قضاء أو لا نتوفر على اجتهادات قضائية كافية من القضاء الإداري حتى نعطي لربما المدى أو السكوب، يعني لا نعطي التفسير القانوني والتأويل القانوني لهذه المادة. المحكمة الإدارية التي وجهت لها طعون قادرة على فعل هذا الأمر؟ يعني حسب المؤشرات الأولية يبدو أن أغلب الطعون تم رفضها على مستوى المرحلة الابتدائية، لكن هنالك المرحلة الاستئنافية، ورغم أن يعني تقريبا المرحلة الاستئنافية هي مرحلة نهائية وباتة، ولكن من حق المتقاضين ومن حق المترشحين أن يقوموا بالإجراءات القانونية اللازمة. وبالتالي هذه دعوة لربما للسلطات الجزائرية لمزيد تحسين جودة صياغة هذه المادة. نحن لسنا ضد هذه المادة باعتبار أن ذلك يندرج ضمن أخلاق الحياة السياسية، لكن تحسين جودتها حتى نتجنب هذا الجدل السياسي، خاصة وأن بعض المترشحين ممن تم رفض ترشحهم هم من صوتوا على هذه المادة في سنة 2021، وخاصة كذلك أن هذه المادة لم تمس فقط الأحزاب المعارضة بل مست كذلك حزب الRND التجمع الوطني. نعم، أحزاب السلطة والموالاة. نعم، أيضا أحزاب المعارضة مست كل الأحزاب، والبعض يقول أن ربما أحزاب السلطة والموالاة هي المتضررة الأكثر من هذا الأمر. على كل أحزاب المعارضة تتحدث عن غياب السند القانوني اليوم والقضاء وعن مناورة سياسية متعمدة. وفي تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإنابة يحمل الأحزاب جانبا من المسؤولية، يقول أن هذه الأحزاب تتحمل مسؤولية إقصاء مرشحيها، ويتحدث عن ملفات إما ناقصة أم أنها لم تستوفي الشروط المطلوبة كما كنت تستمع إليها. نعم بالفعل، يعني أي حزب مترشح يجب أن تتوفر فيه الحد الأدنى من الجدية، يعني باعتباري وأن الترشح الانتخابات فيه مستويين: مستوى أول مترشح بشخص المترشح، ومستوى ثاني متعلق بالقائمات. إن كان المترشح لا تتوفر فيه الشروط في علاقة بالسنة القانونية، وكذلك أغلب الأخطاء جاءت في علاقة بتركيبة القائمة الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالتزكيات أو كذلك بالتركيبة وبالمداولة بين النساء والرجال، إضافة إلى تركيبة في علاقة بنصف الأعضاء الذين يجب أن يكونوا بتاريخ الانتخابات سنهم دون 40 سنة. وبالتالي كذلك يعني لا يمكن أن نحمل سلطة الانتخابات أكثر من طاقتها، باعتبار وأن التركيز الإعلامي والسياسي جاء منكبا ومنصب خاصة عن المادة 200، لكن بقية الشروط يبدو أنه لم يتم احترامه، وهي شروط شكلية لا يمكن تجاوزها بجدل سياسي. وحتى إن تم اللجوء إلى القضاء الإداري قطعا لن يقبل هذه الطعون، باعتبار وأن الأحزاب على ما يبدو جاءت متسرعة في إعدادها لبعض الترشحات، خاصة إثر قانون الأحزاب الأخير الذي وجه أو سلط ضغطا على الأحزاب التي لن تترشح في الانتخابات وقد تواجه ربما جزاء الحل القانوني. ربما الجميع الآن في السباق رغم هذه التحفظات ولا الانتقادات. أحزاب السلطة والموالاة يقول مراقبون أنها فضلت الصمت، أحزاب المعارضة أعربت عن احتجاجاتها. والسؤال الذي يطرح اليوم: أي مشهد انتخابي قد يتمخض من وجهة نظرك
باعتبارك أنت عن هذه الانتخابات التشريعية المقبلة في 2 من يوليو المقبل بناء على هذه الإقصاءات التي شهدناها؟ قطعا هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقتها في سنة 2021. نعم، هامش الحرية أو هامش التواجد بالنسبة للقائمات المستقلة سيكون أقل من سنة 2021. يبدو أن أكثر القائمات التي تم إقصاء مترشحين وقائمتها كانت القائمات المستقلة. هناك مثلا حزب حركة مجتمع السلم في سنة 2021 تحصلت على المرتبة الثانية في الانتخابات. يبدو أنها كذلك من أكثر الأحزاب التي تعرضت لقائمات لم يتم قبول ترشحها، وبالتالي أعتقد أن هذه الانتخابات ستعود بنا إلى المربع ما قبل 2021 في أكثر توازن على مستوى تركيبة المجلس الشعبي الوطني، لربما تعزيز مكانة حزب جبهة التحرير الوطني، كذلك الآلندي، أحزاب الموالية التقليدية، لربما تقليص الحجم السياسي لأحزاب المعارضة مثل حمص، عودة الأحزاب الديمقراطية اللائكية إن صح التعبير مثل FFS يعني وغيرها من الأحزاب المعارضة. وبالتالي بصفة عامة هذه الانتخابات ستعيد تشكيل الساحة السياسية الجزائرية، وخاصة يتم فيها التركيز على نسبة المشاركة باعتبار أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة في المرة القادمة. أنا أشكرك جزيل الشكر على تلبية دعوتين هذا المساء في الاستوديو الأستاذ محمد آدم المقراني المحامي والباحث القانوني. أهلا بك. شكرا. مرحبا.